في الممر الحجري المظلم كانت ليلى وآدم ماشيين وسط ضباب ثقيل محاوطهم من كل ناحية، كأنهم دخلوا لعالم من كوابيسهم. الأصوات كانت بترن في ودانهم زي همسات غامضة، همسات بتخترق الدماغ وتزرع الخوف، والخوف ده كان زي خنجر بيدخل ببطء في قلوبهم. آدم كان قلبه بيدق بسرعة، بين كل خفقة والتانية كان حاسس إن روحه بتنسحب. وليلى كانت بتحاول تفتح بقها، بس كأن لسانها مربوط بتعويذة مرعبة. وفجأة حست بصوت جوه عقلها، صوت ملوش مكان لكنه مألوف، كان زي همس، زي حاجة جواها كانت بتقول لها: يا ليلى، أنا هنا، افتكريني، أنا أسير. في اللحظة دي ليلى جالها رعشة برد، جسمها كله قشعر، كأن الروح اتجمدت من كتر الخوف. الصوت ده كان صوت جني عرفته وهي طفلة صغيرة، كانت فاكرة إنها نسيته مع الزمن، لكن فجأة بقى قدامها كأنه واقع مرعب. أسير، الجني اللي كان ساكن في أحلامها الطفولية، بيقولها: ما تخافيش، أنا مش جاي أذيكي، أنا هنا عشان أحميكي من اللي جاي. آدم حس إن في حاجة حواليهم، بص حواليه لقى الضباب بيتحرك بيتشكل، وظهر قدامه راجل طويل، عيونه مشعة بنور غامق وملامح عميقة زي أعماق الظلام. آدم صرخ: أنت مين؟ الكيان بصله بهدوء وقال: أنا اللي كنت براقب ليلى، من غير ما تحس، أنا أسير. آدم وقف في مكانه، جسمه كله اتجمد، مش مصدق اللي بيحصل قدامه. اللي قدامه كان كيان مش طبيعي، كيان يتفوق على أي كابوس. أسير بص لآدم وقال بصوت ثابت مليان رهبة: إحنا دلوقتي في وجه الشر، والأرواح اللي حواليكم دي مش أرواح عادية، دي أرواح معذبة محبوسة في المكان ده، بس متخافوش، أنا هقدر أوقفهم. مع كل خطوة كانوا بياخدوها كانوا بيقربوا من نهاية الممر الحجري، والجدران بدأت تتحول وجوه مرسومة بتبص عليهم بعيون مليانة غضب وصراخ مكتوم. صوت الصرخات كان بيزيد، كأن المكان نفسه بيتنفس شر. ولما وصلوا لنقطة معينة لقى الضباب بيتكثف ويتحول لشكل كيان مرعب طويل بلون أسود وعينين حمراء مدمرة. أسير قالهم: ده سيد الأشباح، هو اللي بيحكم كل الأرواح دي، واللي دخل هنا مخرجش تاني. سيد الأشباح ضحك بصوت يشق الهوى، كأن الصوت بيوصل لقلبهم ويهزه. قالهم بصوت عميق: انتم مجرد ضيوف، ومحدش خرج من هنا وهو لسه حي. أسير اتحرك قدامهم عامل زي درع وقال لليلى: ثقي فيا يا ليلى، أنا وعدتك إني هفضل معاك وححميك، وده الوقت اللي هنواجه فيه الكابوس ده. ليلى بدأت تحس بشجاعة ما كانتش عارفاها، وبدأت تجهز نفسها لمعركة مش متخيلة نهايتها، وبدأت تسمع الصرخات والجدران اللي بتتحرك وكأنها بتبلعهم، والأرواح اللي حوالين سيد الأشباح بدأت تتجمع كأنها جيش بيتحضر للهجوم. أسير كان بيحاربهم بكل قوته، الأرض كانت بتهتز، الجدران بتتهدم، ولحظة بلحظة آدم وليلى كانوا شايفين أسير وهو بيحارب الأرواح الشريرة بكل غضب جواه. سيد الأشباح ضحك ضحكة شريرة تملى المكان، وبص لليلى وقالها: حتى لو انتصرتوا هتفضل ذكرية محفورة فيك للأبد. الدنيا بدأت تغيم، وآدم حس بجسمه مش قادر يتحرك. ليلى كانت عينيها على أسير وهو بيقاوم سيد الأشباح. في لحظة أسير رفع إيده للسماء وقال كلمات غامضة كأنها تعويذة بتهز المكان، وبدأت الأرواح تصرخ كأنها بتتدمر. لكن قبل ما يختفي سيد الأشباح بص لليلى بابتسامة شريرة وقالها: كل الروح هنا هتفضل تتبعك للأبد. آخر حاجة شافوها كانت أسير وهو بيمد إيده مش قادر ينقذهم، والدنيا